نكون الفران مسخناه مسبقا حتى كيسخن مزيان، وكندخل داك الكيك ديالي كيطيب على درجه حراره 180 حتى كطيب وكتحمر وكيولي الشكل ديالها كيف ما تيبان لكم. كيجي كيك زوين بزاف. من بعد غادي تخلي حتى كتبرد وكتقلبيها على شي شبيكه كيف ما تيبان لكم. بالنسبه للتزيين او طريقه التقديم كيبقى لك الاختيار. الا كنتي غادي تكتفي بالسكر كلاصي بوحديتو، يعني غادي ترشي كيك ديالك من الفوق، قدميها على الوجه ديالها ورشي سكر كلاصي. الا كنتي غادي تعملي كريمه او صلصه بيضاء كيف ما حضرت، انا فضلت اني نقلبها ونقدمها على الوجه، على هاد الوجه، لان كيجي السطح ديالها مقاد صافي. بالنسبه للصلصه البيضاء انا اختاريت هذيك الكريمه عاديه كتكون بارده وكتكون اصلا حلوه، كنطربها وكنضيف لها الجبن كريمي، اي جبن عندك، يعني صلصه سهله بسيطه. زينيها بالمكونات باش مخدومه، يعني بالبرتقال، القرقاع، خيزو، يعني التزيين كيبقى على حسب مجهود واجتهاد كل واحد. صدقوني زوينه بزاف ومقومه ولذيذه كيبغيوها الوليدات الصغار وكذلك الكبار. غنحتاج 4 البيضات، شويه الملحه، وكيس فاني سواء ديال الزهر او لباني عادي اللي متوفر عندك. غادي نطرب هذاك البيض مزيان، غيبقى بالتدريج نطرب فيه، ومن بعد غنبدا نضيف سكر سنيده. غنحتاج ليها 180 ديال السكر سنيده. كيجي المذاق ديال الحلاوه معتدله، ممكن تنقصي شويه تخليها 160 الا كتبغي الكيك شويه ناقص. صافي دائما مع التطريب كنطربها مزيان حتى كنطلع هذاك البيض مزيان مع السكر. وغادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت هنا احتاجت ل 150 غرام ديال الزيت، غادي نضيفو على الكيك وغادي نبقى نطرب، يعني كيف ما كنحضروا الكيك العادي، ما كاين شي حاجه مغايره. صافي هنا غادي نحاول اني نكمل هذا الكيك ديالي غير بالعادي، غنخدم غير بدون ما نحتاج هذا الخلاط. غادي نضيف واحد نصف كاس ديال عصير البرتقال. هي غنحتاج برتقاله غناخذ منها القشره حتى هي غادي نضيفها على الكيك، هذا هو العصير ديال هذيك البرتقاله. المهم تخرجي كاس نصف كاس ديال العصير البرتقال وغنضيف عليها. ممكن تعوضي عصير البرتقال اما بالماء او بالحليب اللي بغيتي، المهم كيبقى نصف كاس. وغادي نضيف هذوك 4 معالق كبار ديال القرقاع، يعني ديال الجوز قرقاع عادي كتمسحيه وكطحنيه وكتاخدي منه جهد 4 المعالق كبار صافي. وغادي نضيفها على الخليط، وغادي نضيف 200 غرام ديال خيزو كتحكي اما كتبشريه رقيق او غليظ اللي بغيتي على حسب كيفاش انت كتبغي تناولي هذاك الخيزو. صافي غادي نضيف لهم 200 غرام ديال الدقيق، وهذا خماره قياس 16 غرام. صافي غادي نجمعها مزيان. كيبقاو كاضافات ان ضفت هنا شويه ديال الشوكولاط بالنسبه للوليدات الصغار. ممكن تضيفي الفواكه المعسله او المجففه من اختيارك، يعني الكميه اللي تناسبك، شويه من كل حاجه. كتقطعي قطع صغيره وكتضيفيها للكيك باش كتغني هذا الكيك وكيجي غني اكثر. بالنسبه للتنسيم ممكن تضيفي القرفه او تضيفي السكينجبير بحسب اختيارك. معلقه معلقه كبيره ديال القرفه وشويه ديال السكينجبير. حاولوا ما نكثروش باش ما تجيناش مره شويه. يعني كيبقاو هذا اختيارات واضافات على حسب ذوق كل واحد والرغبه ديالو. صافي هنا غادي نجمع الكيك ديالي. غير هي نقطه نبغي نذكرها، انا ملي تضيفي هذوك الفواكه المعسله او المجففه بعد ما انا كتكون قطعتيهم قطع صغيره، غتضيفي معاهم يعني التشكيله اللي حضرتيها، غتضيفي معاهم واحد المعلقه ديال الدقيق وتخلطيهم مزيان، عاد ترميهم على الكيك. يعني حتى كديري هذيك الاضافه ديال الدقيق عاد كتضيفيهم على الكيك باش ملي تصبيه في المول ما يلصقلكش في القاع. هذا علاش. صافي هنا غادي نعمر هذاك المول ديالي وغادي ندخلها نكون الفران مسخناه مسبقا حتى كيسخن مزيان، وكندخل داك الكيك ديالي كيطيب على درجه حراره 180 حتى كطيب وكتحمر وكيولي الشكل ديالها كيف ما تيبان لكم. كيجي كيك زوين بزاف. من بعد غادي تخلي حتى كتبرد وكتقلبيها.
قلبيها على شي شبيكه كيف ما تيبان لكم. بالنسبه للتزيين او طريقه التقديم كيبقى لك الاختيار. الا كنتي غادي تكتفي بالسكر كلاصي بوحديتو، يعني غادي ترشي كيك ديالك من الفوق، قدميها على الوجه ديالها ورشي سكر كلاصي. الا كنتي غادي تعملي كريمه او صلصه بيضاء كيف ما حضرت، انا فضلت اني نقلبها ونقدمها على الوجه، على هاد الوجه، لان كيجي السطح ديالها مقاد صافي. بالنسبه للصلصه البيضاء انا اختاريت هذيك الكريمه عاديه كتكون بارده وكتكون اصلا حلوه، كنطربها وكنضيف لها الجبن كريمي، اي جبن عندك، يعني صلصه سهله بسيطه. زينيها بالمكونات باش مخدومه، يعني بالبرتقال، القرقاع، خيزو، يعني التزيين كيبقى على حسب مجهود واجتهاد كل واحد. صدقوني كيك مقوم غني زوين بزاف، غادي يعجب الوليدات الصغار وكذلك الكبار، وبالصحه والراحه.